برحب بحضراتكم مرة تانية في برنامج البداية. شفنا في التقرير اللي فات قد إيه التعايش أو فكرة التأقلم مع الأوضاع المجتمعية اللي موجودة. نكمل حديثنا مع ضيوفنا الكرام. كنت بتكلم مع أحمد، اتكلمنا على أول حاجتين اللي هو الجذب، إن أنا أجذب الشخص إن هو بالظبط. يشارك في العمل التطوعي، بعد كده أمكنه أو إن أنا أثبته في المكان وأحسسه بقيمة العمل. ونيجي لأهم نقطة اللي هي فكرة التطوير. ازاي ان انا اخد واحد خبراته مثلا 20% اوصله لخبراته 95% و97% عشان يقدر يتعامل مع المجتمع، وانا حققت الهدف من المبادره بتاعتي. اتفضل. بالظبط كده، هي مرحله التطوير اللي هي الديفلوبمنت او التريننج مع بعض. بتبدا من ان احنا بنحاول نعرف ايه نقاط القوه اللي عندهم عشان نقدر نطورها، والنقاط اللي محتاجه تتطور برضو في الشغل وكده. بنبدا بالكورسز. الكورسز بتنقسم عندنا للسوفت سكيلز. السوفت سكيلز اللي هي كوميونيكيشن سكيلز والبادي لانجوج والتيم ورك. الكورسز ديت بنبدا نديها لهم عشان عرفت انا انتوا قاعدين كده، يعني انا كده خلاص وصلني فكره انتوا قاعدين كده عشان انتوا خلاص يعني انتوا بتاخدوا كورسز في البادي لانجوج والكلام ده كله واتيكيت، فكله قاعد قاعده واحده وكله ملتزم. اتفضل. بس ده بنديهم للناس اللي محتاجه تتطور عندهم التعامل مع الناس، التعامل مع المتطوعين ومع بعضهم، بحيث يقدر يوصل المعلومه اللي هو عايزها للناس اللي محتاجه المعلومات. تمام. دي حاجه ثانيه اللي هي التيم ليدر، لو الليدر شيب دي بنديها للمتطوعين اللي شايفين فيهم حته الليدنج. طيب، اللي هو بحيث بعد كده يبقوا مسؤولين. الناس اللي المفروض ان هي تدي الكورسز او التريننج لاي شخص بيشارك في الحمله او بيشارك في الجمعيه نفسها، لازم يكون على قدر او مستوى معين بالزبط. من العلم عشان يدي الشخص ده الاستفاده الكامله. بنقدر نحصل على المعلومات او بنقدر نحصل على الاشخاص او نستعين بالاشخاص الكفاءه ازاي، او بقدر ان انا اتواصل معاهم ازاي؟ بالظبط. احنا بنحاول نتواصل مع سنترز معينه بتحاول توصل لنا الكورسز ديت فور فري او باسعار مخفضه، بحيث نقدر نديها للمتطوعين، والمتطوعين ما بيشاركوش في اي حاجه، احنا بنشيل التكاليف كامله. طيب، تقدر انت تديني نسبه كده عن الناس اللي شاركت والاستفاده ومدى الاستفاده؟ يعني انت راجل بتاع اتش ار، المفروض في النهايه بتحط نسب للاستفاده او الكلام ده كله. تمام. احنا المفروض 200 متطوع ثابتين، بيختلف بقى المتطوعين بييجوا اكتر او اقل على كل ايفنت. تمام. عندنا الناس اللي هم ممكن يبقوا تيم ليدر وكده، اللي هم بيتراوح معاهم من 50 ل 40. تمام. الناس اللي تحت بالليفل اللي تحتيهم دول اللي بيختصوا بكورسز اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز والبادي لانجوج والتيم ورك، اللي هي السوفت سكيلز عامه. تمام. اللي هم ال 150 اللي تحت. تمام. يعني هو احمد اتكلم معايا في نقطتين يا دنيا على ازاي ان انا اقدر اتعامل مع الشخص اللي هيدخل لي من الاول، ازاي ان انا اعرف قدراته، ازاي ان انا اقدر اوظفه، ازاي ان انا اقدر اهيئه ان هو العمل للاستقبال الاول، ان هو يتمرن ويفضل يوصل لمرحله معينه وبعد كده يبتدي يبقى منتج. طيب، فكره بقى الاعضاء، من اهم الحاجات اللي موجوده ان العمل ده لازم يكون الاعضاء اللي موجودين الاساسيين لازم يكونوا مش اتجاه واحد، لا بس يكون العمل بتاعهم في اتجاه واحد. لازم تكون الافكار مختلفه عشان يحصل ان يبقى في رؤى كتيره موجوده داخل الموضوع. ازاي ان انا اقدر اجمع الاشخاص واقدر اوحد الاتجاهات عشان اوصل للعمل الايجابي او العمل الطموح؟ اولا احنا دلوقتي بنختلف عن اي جمعيه تانية، يعني اي ده بشهاده من اي حد بيجي عندنا في الجمعيه. تمام. احنا اي حد بيجي عندنا في الجمعيه بيحس بروح ان احنا اكننا عيله واحده. فدي مش ككلمه يعني حاجه عشان في التلفزيون او اي حاجه من الكلام ده، لا بالفعل احنا مش بنهدف مثلا ان احنا كعمل خيري فقط، لا طبعا ده في المقام الاول لينا. تمام. انما احنا بنهدف ان احنا بنعمل مؤسسه شامله للفرد، يعني بمعنى الشخص بيخش زي مثلا ايا كان، انا كنت داخله سني صغير جدا وكلنا احنا بنتطور. تمام. في المكان ده انا بغطي كل جوانب حياتي، باجي بقابل صحابي، باجي مثلا بيبقى في ايام ترفيهيه بيظبطها لنا الاتش ار، بيبقى في ايام مثلا زي الدورات، زي المحاكاه، نماذج المحاكاه، في حاجات كتير قوي في الجمعيه شامله بتغطي كل جوانب الشخص. فالشخص بيجي، انا مش جاي بس اعمل عمل خيري مع ناس ما اعرفهاش، لا احنا حتى لما حد بيجي جديد احنا بندخله في المود قوي معانا، فبيخش اكنه لا ده في مود جديد، لا الروح حلوه، لا انا عايز اجي تاني. فبيبقى المكان بالنسبه له مختلف، بيبقى حابب العمل الخيري. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان احنا للاسف نسبه العمل التطوعي بتقل في ناس، يعني في نفوس الناس. تمام. فاحنا بنحاول بقى نغرس القيمه دي وبروح حلوه. تمام. فالاثنين مع بعض بنحاول يبقى في نفس المكان، فالشخص يبقى حابب ان هو يجي معانا ويكمل معانا. طيب، في سؤال بقى، عشان اي عمل يستمر لازم يكون في نوع من الامدادات او التمويل.
ودي الحاجه اللي دايما بتعصب اي حد لما بكلمه في عمل تطوعي، يقول لي بتعصبني دايما انا عندي جداً. مشكله مش عارف ايه وانا ما رحتش مش عارف مين. طيب فكره التمويل وفكره ان انا يبقى عندي مرونه ان انا انفذ الايفنت او الحاجه اللي عندي من غير تمويل او من خلال موارد محدوده، الموضوع بالنسبه لكم بيمثل لكم مشكله او عائق؟ ولو بيمثل عائق بتقدروا تتعاملوا معاه ازاي؟ الاوضاع اللي انتوا بتعملوها ايه؟ تمام. احنا اولا بالنسبه للموضوع ده دي اكبر عائق لينا كجمعيه، علشان احنا ملناش اي مورد ولا اي سبونسر ولا اي حد بيمولنا ماشي خالص. خلينا بس حريصين لو في اي سبونسر او اي حد ما نجيبش اسماء. لا، سيرة مفيش حد. اصلا. مفيش اصلا. تمام كويس. تمام. ريحوا. بالظبط. تمام. احنا بس فاحنا بنعتمد على الجهود الذاتيه فقط. يعني بمعنى اصح كل شخص بيبقى عليه تارجت معين. مثلا ايفنت زي يوم اليتيم بيبقى كل نازل على كل شخص نسبه تارجت معينه، بمعنى اصح يعني بنسب متفاوته على قدره كل واحد ان هو يحقق التارجت ده. تمام. فاحنا بالتارجت ده بنوصل ليوم اليتيم والايام الكبيره بتاعتنا. يعني بمعنى اصح انا بجيب من اهلي، من اصحابي، من ناس معارفي، خلاص بقى انا في الشارع بقيت معروفه ان دنيا دي بتاعت الجمعيه الخيريه اللي هي بتاعت العمل الخير، فانا بكلمها بتواصل معاها، انا عايزه اطلع في تسقيف بيوت، انا عايزه اطلع في مشاريع صغيره، عايزه اطلع في يوم يتيم، فخلاص يعني احنا بقينا معروفين بالنسبه للجهه اللي حوالينا، فاحنا بنعتمد فقط على الموضوع ده، موضوع الجهود الذاتيه. جهود ذاتيه بس او تبرعات من الافراد او الاشخاص ان هم يقدروا يتواصلوا مع الموضوع. طب المشروعات، يعني انتوا المفروض ان يبقى في اهداف وفي مشروعات انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوها، ايه المشروعات اللي موجوده او اللي بتمارسها الانشطه اللي بتمارسها الجمعيه وبتحاول تنفذها على ارض الواقع؟ تمام. احنا في زي ما قلت لحضرتك في الاول، اول حاجه كانت انطلاقه لينا في 2011 تطوير ميدان عبد العزيز جويش. تمام. سنه 2000 بقى يعني شهر 12 2015 نفذنا مشروع كبير جدا في مستشفى الشاطبي، تجهيز غرفه. مستشفى الشاطبي. مستشفى حكوميه، مستشفى الشاطبي والاسكندريه. تمام. تجهيز غرفه مكونه من 3 وحدات لمرضى الكبد المزمن الاطفال في مستشفى الشاطبي. تمام. وعملنا افتتاحيه لليوم، وجاء في كبار من الناس من الاسكندريه جم يفتتحوا الغرفه، وحفل الاطفال المستشفى كبيره. تمام. دي بالنسبه للمشروعات الكبيره اللي احنا عملناها كمشروعات مختلفه. اما المشروعات الاخرى اللي احنا شغالين فيها يعني خلال السنه دي، احنا كنا زي ما قلت لحضرتك كنا معاكم السنه اللي فاتت، خلال السنه دي عملنا يوم يتيم، عملنا 180 درجه، بقى لنا 7 شهور في عبد القادر، عملنا يعني زياره لمستشفى السرطان، وغيرها من المشروعات الكتيره زي ما انا قلت لحضرتك. بتحاولوا ان انتوا تتواصلوا مع المجتمع. واروح لساره. ساره، لو في اي مشاكل او اي نواقص داخل المجتمع ممكن تقابلني وانا بنفذ ايفنت معين داخل الشارع، ايه ممكن المعوقات اللي تقابلني وايه الصعوبات اللي ممكن تقابلني وانا بنفذ ايفنت في الشارع؟ مثلا لو حمله انت بتتكلم مسؤول عن حمله رمضان. حمله رمضان يعني انت محتاجه موارد كتيره عشان تقدري تسدي حاجات كتيره. المفروض ان في رمضان قلنا الوضع بيبقى مركز شويه من ناحيه العمل الخيري. قدرتي تتعاملي مع الوضع ازاي يا ساره؟ تمام. هو احنا في رمضان طبعا بحتاج كذا مورد عشان اقدر اقوم المشروع او اقوم الحمله بتاعت رمضان اسكندريه. تمام. طبعا غير المورد المالي واللي احنا اتكلمنا عن العائق اللي عندنا فيه، فانا عندي المورد البشري اللي هو يعتبر كل حاجه. فانا المورد البشري ده بيبقى عن طريق تواصل مع الاتش ار ومع اداره الفعاليات، ان انا بقول لهم انا محتاجه العدد ده من الافراد عشان اقوم المشروع الفلاني. فطبعا بيبتدي تيم الاعلام يعمل جهوده طبعا، وان هو يقدر ان هو ينشر فكره الحمله، فبالتالي بيجي لي المتطوعين فاقدر على التواصل مع الاتش ار ان هم يسكنوا في المكان الصح. فطبعا العائق الوحيد اللي ممكن يقابلني ان مثلا حد يبقى شايف ان هو مش ده مكانه او مش ده دوره، فيبتدي برضو يعني مش تبقى عائق كبير قوي، هو بيتواصل معايا وابتدي نحل الموضوع ان احنا نشوفه انهي يعني مجال يقدر يأدي فيه اكتر. بس مفيش حاجه تانية. يعني انتوا بتشوفوا توظفوا كل حاجه بالشكل المطلوب عشان ان انا اقدر يبقى في مرونه، اقدر اتعامل مع الوضع بشكل سلس، ولو في اي معوقات من المعوقات اقدر اتغلب عليها من خلال الموارد البشريه اللي موجوده عندي. طب لو جينا نتكلم يا امينه على الاشخاص اللي بيشاركوا، في النهايه لازم ان هم ينقلوا الخبرات بتاعتهم، ازاي ان انا افضل متابع الناس دي ان هي تستمر في العمل او تستمر في اضافه شيء جديد؟ يعني انا بضيف له شيء جديد عشان يبقى هو ايجابي داخل مجتمعي. ازاي ان انا افضل مراقب الشخص ده ان هو يقدر يفيد غيره ويفيد غيره، لان ده في النهايه دي القيمه من العمل التطوعي. ازاي يا امين؟ زي اي فعاليه بيكون عندي زي ما قلت لحضرتك بيكون في هيكل وظيفي، الهيكل الوظيفي ده بيكون فيه مسؤول وتحتيه المسؤول، تحتيه نائب، وبعد كده تحتيه متطوع. والهيكل الوظيفي ده كله المسؤول بيكون عنده خبره مثلا من سنه لسنتين او ممكن اقل على حسب مستوى اكتساب الفرد. بيبدا ان هو في التعامل في الفرق ان هو ينقلها للي تحتيه.
بعد كده ها اللي تحتيه. فالفرد الواحد بيوصل له خبره عن طريق ان هو بيكون في هيكل وظيفي. وطبعا الفرق عندي بقى مختلفه جدا على حسب الفعاليه. مثلا لو هتكلم على يوم يتيم، فانا عندي فرق مثلا اشراف الاطفال، المسؤول بتاعها ده بيكون بيعلم اللي تحتيه ازاي هو يكون عن مسؤول مثلا عن مجموعه، عن طفل او طفلين على مدار 6 ساعات على مدار اليوم، ان الطفل يتبسط وفي نفس الوقت الطفل ما يتوهش او ما يحصلوش اي ضرر. فبالتالي المسؤول اللي فوق بيكون برده مسؤول قدامي ان هو يدرب اللي تحتيه ويكون مسؤول عن الاطفال كشغل الطبيعي. في طبعا فرق تانية زي التلوين، لو في ناس عندي مختصه بالرسم شويه. انت تقصدي بكل ده ان هو التنقل، ان انا يبقى عندي شخص انا خلاص بقى كفاءه ويبقى في الهيكل معين، فيبقى في تنقل في الخبرات بين الاشخاص المعينين دول، خلاص صح كده؟ بالظبط كده. تمام. اروح لاحمد واقول له ايه فكره ان يبقى في تواصل مع الجهات الاخرى او الجهات الرسميه، دي من الحاجات المهمه، لازم يبقى في تواصل مع اي جهه رسميه عشان يبقى في نوع من انواع الدعم او الامداد، او برضو معظم يعني لو هروح في مكان عشوائي او مكان في قصور معين، هم بيبقى عندهم يعني بريف او اي حاجه تنويه عن المكان ده، ازاي تقدر تتعامل مع الناس، ازاي تقدر تنزل المكان ده، ازاي تقدر تنمي. ولا انتوا بتشتغلوا على ارض الواقع فعلا بتنزلوا وتشوفوا انتوا تدرسوا بنفسكم، ولا هل بيتم التعامل مع مؤسسات معينه؟ لا احنا بندرس بنفسنا، بلس ان احنا بننزل بنتواصل مع كبير المنطقه مثلا، وده بيبقى الدرج تحت اسم عندنا الدليل. الدليل ده هو بيقدر يقول لنا ايه الحالات اللي ممكن نقدر نساعدها، وايه الحالات اللي محتاجه مساعده اكبر، يعني هو اللي بيدرج لنا ليفل المساعده ازاي هنساعدهم. طب لو هنبسط الامر عشان احنا يعني لما بنجيب مبادره هنا او جمعيه هنا بنعتبر حضراتكم نموذج الناس بتتعلم منه، لو في حد في دماغه فكره ايجابيه يقدر يعملها في اي مكان يشوفها. طيب لما انا بنزل ببتدي احمد، انا نازل دلوقتي في منطقه عشوائيه مثلا موجوده في اسكندريه، بنزل اعمل ايه يا احمد؟ اروح على الشخص ده بعرفه ازاي وبوصل له ازاي وبقدر اتعامل معاه ازاي؟ زي ما قلت لك احنا بننزل نعمل دراسه حاله، وبالاول بنبدا نتواصل مع بنعرف مين كبير المنطقه اللي موجود، اللي عارف معظم الناس في المنطقه. ساعتها بنقدر نتواصل معاه، هو اللي بيفيدنا في موضوع الناس اللي محتاجه اكتر في المنطقه. تمام. ساعتها بقى بنحاول نشوف الموارد اللي عندنا وازاي هنقدر نقدم لهم المساعده ساعتها. من خلال المساعدات دي بتقدروا انتوا تحققوا الاهداف. طيب بس مش بنقتصر بس على يعني راي الدليل مثلا دي حاله محتاجه، لا احنا بنخش وبنعمل دراسه حاله بنفسنا، نقعد مع الناس والناس تكتبوا تقارير عن الاماكن اللي انتوا بتروحوا فيها. طب ما ممكن تقولي لي الآلية، يعني انا لو بنزل مكان وبشوف تقارير معينه او بكتب حاجه عنها بتعملي ايه؟ احنا دلوقتي نزلنا في مناطق كتيره جدا في اسكندريه، تمام؟ احنا كل منطقه بننزل فيها بنعمل زي دراسه حاله زي ما احمد قال. دراسه الحاله دي بيبقى فيها كل حاجه عن الشخص. الشخص ده بياخد مثلا حاجه من الشؤون، بياخد ليه دخل ثابت، كل يعني مثلا سن عنده كام طفل، سن الشخص كام، الزوج متوفي ولا عايش، بيشتغل ولا ما بيشتغلش، الاولاد بيشتغلوا ولا لا. طبعا بيواجهنا مشاكل كتيره جدا في المناطق زي اللي احنا نزلناها عبد القادر وغيرها. في خرافات بقى في المناطق بنقابلها، حاجات كتير ومعتقدات من الناس يعني بتبقى بالنسبه لنا غريبه وغير مألوفه، فبنعالجها بحاجه زي التعليم وحاجه زي التوعيه، تمام؟ فالحاجات دي كلها بنبقى بنحصرها، مثلا بيجي لنا تبرعات مثلا مشاريع صغيره، فبنطلع الورق ده ونشوف ايه الاسره الاكثر احتياجا اللي محتاجه وملهاش دخل شهري ولا دخل اصلا ثابت، بتعتمد على الدخل اليومي فقط، وننفذ لها المشروع ويكون ليها دخل ثابت. طبعا لو دخل مثلا لو مشروع صغير مثلا زي عربيه فول او مثلا كشك شاي وقهوه او حاجات بسيطه جدا، بالنسبه لهم الدخل ده بيبقى كبير جدا. فحاجه زي كده بتبقى بالنسبه لهم حاجه مفيده جدا يعني. طيب ايه ممكن يقابلني مثلا لو نازل في منطقه عشوائيه بيبقى في زي ما في ايجابيات وناس مستقبله العمل اللي انا بعمله ده بشيء من الصدر الرحب وان هم مستعدين، زي مثلا لو هنلون مكان معين بيبقوا ممكن يكونوا مستقبلين الموضوع بشكل كويس، بيبقى في بعض الاثار السلبيه او افكار سلبيه او افكار مضاده للي انتوا بتعملوه. انت جاي تعمل ايه؟ بتتصرف هنا ليه؟ طب انت ايه اللي جابك هنا؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ توصل لايه؟ الحاجات دي كلها بتقدروا تتعاملوا معاها ازاي دول؟ ما زي ما بقول لحضرتك احنا ما ينفعش ننزل لوحدنا، احنا مش معروفين في المنطقه، فاللي هو ناس غريبه جايه علينا في المنطقه يبقى في الاول كده. فاحنا قبل ما بننزل بنسال عن اكبر حد في المنطقه وبننزل له، هم يعني احنا جايين نعمل عمل خير، احنا مالناش اي يعني هدف. انتوا بتستمدوا الثقه بتاعتكم من خلال الشخص المعروف ده، حد منهم. طيب. منهم هم. اطرف المواقف اللي ممكن تكون حصلت معاكم، والسؤال ده ليكم جميعا، يعني اللي عنده تعليق ممكن يقول
مثلا من البيوت دخلنا دراسه حاله، واحده ست قالت لنا مثلا انا بتحول بالليل مش عارفه الحيوان ايه وبضرب عيالي، فكان الاسره كلها مصدقه ما وراء الطبيعه. طيب ايه المواقف الثانيه اللي ممكن تكون موجوده؟ يعني دايما العمل التطوعي بيلمس الشعب كله بجميع الطوائف، يعني ممكن يكون في المنطقه دي يكون مهندس، وممكن يكون شخص تاني، وممكن يكون شخص اقل، وممكن يكون شخص اقل، وممكن يكون في دكتور، ممكن يكون يبقى مختلف الكوادر الوظيفيه اللي موجوده داخل المجتمع. الافكار بقى او الامكانيات المجتمعيه اللي موجوده والمواقف الطريفه اللي بتحصل، ايه اللي ممكن يعني مثلا لو سالتك ايه ممكن المواقف الطريفه اللي حصلت معاكي؟ تمام، هو برضو نفس موقف الخرافات، لان هم الخرافات عندهم منتشره في المنطقه بطريقه المناطق كبيرة الشعبيه جدا. فهم مصدقين ان هم بيحصل لهم حاجات غريبه، وكمان عايزيننا احنا نصدق معاهم. فطبعا هم كل ما بيشوفونا بيسردوا علينا نفس القصه المنتشره في كل البيوت، وهي قصه واحده، ان هو الناس بتتحول بالليل. الناس بتحاول. دي كانت منطقه واحده ولا في اكتر من مكان؟ ما دي كانت يعني عبد القادر جزء منها، يعني جزء تاني كنا بنعمل دراسه حاله للمنطقه كلها ونختار اكتر جزء محتاج. فكنا بقى بنشوف بقى البيوت ونتعامل مع الناس ونقعد معاهم بالنص ساعه في البيت، يعني كنا كلنا بننزل يعني. ففي حاجات تانية طبعا زي العنف، زي الشتيمه، زي التعليم، طبعا دي نسبه عاليه جدا هناك في كل المناطق العشوائيه، مفيش تعليم اصلا. يعني هم بيعتمدوا زي الفكره القديمه مثلا اللي هو الشيخ يعلمهم القرآن بس على كده. كتاب فقط لا غير. والطفل مجرد ما بيطلع مثلا يعدي خلاص قاعد مع الكتاب شويه وخلاص يطلع يشتغل، انت كده لازم تخليها دخل. لو هو مقتنعين بكده، احنا من غير ده طبعا في التوعيه والتعليم. طيب كويس، انت اتكلمت على هدف ونقطه جميله جدا. طب قدرت تتعامل مع الوضع ده ازاي؟ قدرت تنفذي ده على ارض الواقع ازاي؟ فعلا ما انا زي ما قلت لحضرتك في الاول في 180 درجه بالفعل نفذنا ده. وفعلا جالنا في محو الاميه 50 شخص محو الاميه. كبار في السن ولا محو الاميه وبنديهم شهادات تبع جمعيه عمار الارض هناك. تمام. وبالنسبه لفصول التقويه جالنا حوالي 60 طفل. لسه مستمرين في الكلام ده يا دينا ولا خلاص الموضوع ده وقف عند مرحله شغالين معينه؟ ان شاء الله شغالين فيه. بس على حسب الحملات، يعني مثلا في يوم يتيم فنوقف 180 درجه نخلص يوم اليتيم بعد كده نكمل تاني. خلاص دي بقت الرؤيه بتاعتنا ان احنا عايزين نغير في المناطق العشوائيه. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على لو دخلنا منطقه شعبيه بيبقى في افكار سائده عليهم، زي ما اتكلمنا دلوقتي ده موقف طريف بالنسبه لكم، بس دي فكره ان هو تبقى موجوده غير مستصاغه داخل المجتمع. ازاي ان انا اقدر اعالج الموضوع ده امينه؟ يعني أنا لو شفت مشكله من المشاكل دي موجوده داخل المجتمع، هل بتناسى الوضع وانا خرجت من البيت ده خلاص ولا كاني خدت منه اي حاجه، ولا بحاول ان انا احط معيار معين المنطقه دي فعلا محتاجه حد يفهمهم ويوعيهم ويعرفهم ان الكلام ده غير حقيقي وغير سليم بالمره؟ بعمل ايه وبشتغل ازاي؟ هو هنا بقى بيجي معانا في حملة 180 درجة دور ملف التوعية. تمام. ان هو بيدخل البيوت ويشوف عندهم مثلا ايه المشاكل اللي بتواجههم، زي مثلا زي العنف، زي ان الاطفال بيشتوا بعض، زي قصور في النظافة، ان هم مش شايفين النظافة دي حاجة مهمة او اساسية في حياتهم، لا هم عادي. ممكن مثلا مشاكل تانية قلة التعليم، ان الاولاد بيهربوا من المدرسة، الامهات شايفة ان مثلا لو ولادهم سابوا المدرسة وراحوا يشتغلوا في وقتها عشان بس يجيبوا دخل، ده تمام، ده مش مشكلة اصلا، هو مهم حاجة ان هو يجيب فلوس. طبعا بيتم حصر المشاكل دي كلها وبنبدا ان احنا نتعامل معاها بخلال فريق التوعيه، ان هو ينزل ويجمع الاهالي دي، والله يا جماعه ما ينفعش احنا مثلا نديهم دوره عن التربيه. تمام. ازاي يربوا الاطفال، مثلا سلوك التربيه الصح، ان احنا ما ينفعش نتعامل مع الاطفال بعنف، ان احنا نضربهم، فهم هيكون العائد بعد كده ان هم اخذوا العنف مننا، فيا اما هيطلعوه في الشارع ويحصل مشاكل، يا اما بعد كده هيطولوا على اهاليهم. فبنبدا ان احنا خلال التوعيه ان احنا نوصل لهم ازاي المشاكل دي ممكن تتحل، وازاي يتعاملوا مع اولادهم بطريقه اكثر تحضرا، ويعني نوعا ما يطلع الفرد فرد سوي، مش فرد طالع يعمل مشاكل وحاسس حلو ان يبقى في نظام، ان انا ماشي على نظام معين، شفت مشكله معينه ما اسيبش الموضوع وامشي خلاص الموضوع ده مش هينفع معانا، لا الناس دي بتفكر بتفكير غريب، لا ما انا المفروض ان انا عامل عمل تطوعي عشان اغير الفكر، عشان يبقى الشخص ده اكثر ايجابيه موجود داخل المجتمع، عشان لو هو فعلا فضل سلبي زي ما هو بيتكلم كده يبقى انا في النهايه ما وصلتش لمستوى معين. طيب احمد، اللي يهمني في ده ان احنا بعد ما عملنا الكلام ده كله الاستفاده من الاشخاص نفسهم، المناطق اللي احنا دخلنا فيها نسب الاستفاده، يعني نسب الاستفاده فيها قد ايه، وهل فعلا احنا حققنا المطلوب ولا في قصور معين عندنا في منطقه معينه؟ وده مش عيب، لان انا المفروض ان انا اشوف عيب عندي في ان انا ما قدرتش اعالج مشكله بالشكل الامثل، ان انا اعالجها تاني بس في مرحله تانيه بشكل افضل من ده.
هل حصل الكلام ده معاكم ولا بداتوا تتعاملوا ازاي؟ بالظبط، احنا بتبقى حسب الموارد الماليه اللي داخله لنا، مم. على قدها بنوصل للمستوى اللي احنا بنقدر نساعد الناس اللي محتاجه. يعني مثلا وصل لنا موارد ماليه كتير، نقدر نساعد ناس اكتر، وبنقدر نوصل للناس اكتر نقدر نساعدهم في المنطقه. الموارد قلت شويه بنحاول نشوف الناس الاكثر احتياجا وبنساعدهم. فبتبقى حسب الموارد اللي داخله لنا، يعني حسب الموارد الماليه اللي موجوده عندنا. طب اروح لامينه تاني، الايفنتات اللي ممكن ان انا تعمل عمليه جذب او صياغه، يعني دايما لو بنتكلم عن نقول لو هنعمل مثلا يوم رياضي في الحي ده هيعمل جذب كبير، لو هنعمل مثلا يوم ثقافي مش هيبقى الجذب بتاعه، خلينا نتكلم على ارض الواقع، مش هيبقى الجذب بتاعه زي مثلا المشاركه الرياضيه. بنقدر نتعامل مع الوضع ازاي ونقدر نوفق الامور دي ازاي عشان يبقى الاستفاده بالشكل الكبير؟ هو انا لما بيكون عندي مثلا عجز في الاعضاء اللي هم اوريدي بيشتغلوا ويطلعوا شغل الجمعيه، مثلا بقدر ان انا اعمل حاجه زي حفله بيكون التجاذب للشباب عليها كبير جدا. فمثلا بقدر ان انا من خلال يوم اليتيم ان انا بيجي لي 600 متطوع، بقدر بعد كده ان انا اوظفهم من خلال حملاتي اللي هي نوعا ما شغلها فيه مشقه عن شغل الحفله، اللي هو بس انا جايه افرح الطفل، جايه اديله هديه، جايه اديله لعبه. لا، انا شغل الحمله احنا بننزل منطقه اكتر من 6 ساعات في الشمس الصبح، بننزل نتعامل مع الناس ونتكلم معاهم، وبنحاول ان احنا نشوف مدى استفادتهم، ان احنا نعمل كل مثلا فتره استبيان. والله يا جماعه احنا بقالنا معاكم مثلا شهر، احنا عملنا خلال الشهر كذا وكذا وكذا، ايه احسن الحاجات اللي انتوا خدتوها مننا ان احنا نقدر ان احنا نكررها تاني. فطبعا بيكون التوافد على مثلا اللقاءات بتاعه التوعيه قليل جدا. فانا بقدر ان انا اتعامل مع ده. مثلا انا عندي معرض ملابس ده بيوفر لهم قطع هدوم، تعالوا طبعا التوعيه دي وانا هوفر لكم خصم على الهدوم. احنا طبعا بنطلع الهدوم دي باسعار رمزيه جدا وبسيطه، بلس ده كله لا، تعالوا احضروا مثلا، اقعدوا الساعه او النص ساعه دي وخدوا الماده العلميه اللي انا عايزه اغير لكم الفكر بيها، حافز معين عشان ان هو يقدر يحضر في المكان ده. طيب لو جينا نتكلم على الحافز ونتكلم على الاثار السلبيه او الامور اللي ممكن تضايقني، لو انا كشخص عادي بشارك في عمل تطوعي، ممكن يكون حد من اصدقائي، حد من اسرتي يقول لي ايه ده، طب فايدته ايه، طب هيعمل ايه، طب الاستفاده. طيب السؤال ده موجه لكم جميعا، لان انتم المفروض ان هو يكون حصل معاكم الموقف ده. لو حصل الموقف ده بنقدر نتعامل معاه ازاي دول؟ موقف زي ده بيحصل في كل بيت عادي. يعني مثلا لو في مثلا 5 افراد في الاسره، في 1 أو 2 أو 3 أو ممكن ال4 شايفين ان هو ايه فايدته يعني. كده احنا عرفنا ان الاسره 5 شرط يعني شرط اسرتي تمام. فمحدش بيحس وبيعرف قيمه اللي احنا بنعمله قد اللي بينزل معانا. يعني انا مثلا والدتي كانت في الاول تمام انزلي مفيش مشاكل، بعد كده ما حسيتش باللي بيحصل غير لما نزلت معايا. جت يوم معايا من منطقه عشوائيه وحست ان في ناس اصلا مش عايشه. طيب الفكر اتغير ازاي وبدات هي تتكلم معاك؟ يعني المفروض ان الاسلوب يكون اختلف بعد ما شافت على وضع الواقع. طب بقت بقى عايزاني انزل وعايزاني اروح وخلاص، يعني هي عارفه انا بعمل ايه وشايفه قد ايه الموضوع ده مفيد للناس وبجد بيأثر في المجتمع، وان في طبقه كبيره جدا من الناس بجد محتاجه وتحت خط الصفر. للاسف في اسكندريه في ناس كتير جدا مش حاسه ان في ناس في مناطق عشوائيه. يعني هم فاكرين اسكندريه مثلا لا هو شارع البحر وشارع وقير ومش عارفه كام شارع كمان هم دول اسكندريه، مش عارفين ان في ناس في الدواحي الكورنيش، لكن الناس يعني في ناحيه ثانيه مقابله للكورنيش المفروض ان هي تكون تحت خط الصفر. بجد في ناس مش عايشه، ما عندهاش اسقف، ما فيش اصلا ميه، ما فيش اي دخل. ناس مش عايشه، اللي هو اليوم بيومه بينزل يشيل كام حاجه عشان يجيب اكل بس لعياله، اللي هو مش اكل رهيب. طب لو هنتكلم على امور معينه، لو احنا دلوقتي كجمعيه بنقدر ان احنا التواصل مع المؤسسات الاخرى، لان دي حاجه من الحاجات المهمه زي ما قلت له، ان هي بتوفر الدعم وبتوفر خبرات وبتوفر دراسات عن الاماكن او المناطق دي. انتوا هل تواصلتوا مع اي مؤسسه من المؤسسات؟ احنا بالفعل لما جينا نزلنا 180 درجه تواصلنا مع حي اللي هناك، الحي التابع اللي هناك للمنطقه. التفاعل بقى من الحي نفسه كان شكله ايه؟ هو ده اللي يهمني انا، عشان انا فعلا او لو هو دوره فعلا ايجابي هنقول. لا احنا بس كنا متواصلين ان احنا عايزين سفلته للشارع. يعني كان ملف البيئه عندنا بيعمل نظافه وترقيم للشوارع، عمل كل الحاجات البسيطه اللي هو يقدر يعملها. انما احنا الدخل كجمعيه مش كافي ان احنا نعمل سفلته للشارع، الشوارع اصلا ما فيش اصلا مكان ان شخص يعدي اصلا. فاحنا تواصلنا مع الحي عشان حاجه زي كده واتفقوا معانا على ميعاد، وحصل الكسور يعني وما حصلش. تمام. فهو الكسور مش من عندنا، احنا لو عندنا موارد ومعانا يعني موارد ماليه ما عندناش اي مشاكل ان احنا نعمل كل حاجه في المنطقه، وبالعكس نغطي كل اسكندريه بكل مناطقها وكل ضواحيها. طب كان الرد كان عليك ايه؟ الرد اللي احنا جايين تمام مفيش مشاكل. تمام جايين مفيش مشاكل ومفيش حاجه بتحصل على ارض الواقع. احنا كنا بنتكلم في الاثار، الاسره، الاصدقاء، الاقارب،
على انت ازاي تشتغل عمل تطوعي من غير فلوس، انت ازاي تنزل تساعد فلان وتعمل مش عارف ايه. ايوه انت عملت يوم واتنين فكفايه عليك كده. طب الحاجات دي بقدر اتعامل معاها ازاي؟ اتكلمي يا ساره. تمام، هي الحاجات دي بتعامل معاها عن طريق زي ما دنيا قالت، ان انا مثلا لو تعرضت لموقف ان اهلي او صحابي هم مستغربين انا ازاي بضيع تقريبا يعني يومي كله في الجمعيه او في العمل التطوعي، وازاي ما باخدش مقابل، ازاي بيبقى عندي الطاقه ان انا اكمل. فطبعا الاجابه عليهم بقول لهم تعالوا معايا وانتوا تعرفوا، يعني انتوا فعلا ما حدش بيحس بالقيمه العمل التطوعي الا لما بيجرب بنفسه. فطبعا ده بحاول ان انا يعني قد ما اقدر ان بتحاول انا توريهم على ارض الواقع الموضوع ازاي. طب انا سعيد ان انتوا كنتوا موجودين معايا، وانا سعيد اكتر ان انتوا تفضلوا مستمرين في الانتاج. بس انا حابب اخد امنيه في النهايه، امنيتكم ايه ان انتوا ممكن تحققوه في المستقبل، وتتمنوا ايه من المجتمع ان هو يقابلكم بايه عشان الموضوع يزدهر اكتر من كده؟ احنا نتمنى ان احنا نحقق رؤيتنا الانتقال بالفرد من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج. دي لو اتحققت هتبقى بس جمعية حياتي علمت يعني. تمام. أحمد؟ بالظبط، وكمان نخرج بره خارج اسكندرية، مش يبقى شغلنا بس التوسع ما يبقاش داخل المحافظة بس. طيب دنيا حابة تقولي حاجة؟ احنا عايزين بس نوصل للناس ان هو يعني قيمة التطوع دي تبقى حاجة طبيعية. يعني الشخص يبقى يعمل عمل خيري مش محتاج ان هو يروح الجمعية، لا بيعمل عمل خيري لوحده. لو كل ده حصل مش هنلاقي فقر اصلا في البلد. تمام. ده بالفعل. سارة؟ تمام، هما زي ما كلهم قالوا طبعا احنا محتاجين ان احنا نقضي على الفقر على قد ما نقدر، حتى لو بنسبه قليله، بس على الاقل نبقى احنا شاركنا، نبقى سيبنا بصمتنا في المجتمع. مش الفقر بس يا ساره، امور كتيره حابين ان احنا نقضي عليها داخل المجتمع. الافكار السلبيه، الافكار الهدامه، لازم يكون الشخص ايجابي، لازم يشوف لو في قصور في المجتمع تقدر تعالجه حضرتك انزل وعالجه، لان في النهايه انت شخص او مواطن عايش في المجتمع ده، وهتتاثر بالقصور ده وهتتاثر بالسلبيات دي. لو ما حصلش معاك ممكن يحصل مع اولادك، ممكن يحصل مع جيرانك، مع قرايبك، مع كل شخص. وهي دي فايده العمل التطوعي. دي كانت حلقتنا النهارده وحكايتنا النهارده في برنامج البدايه. نشوفكم بكره وفريق عمل جديد. تحياتي وتحيات فريق العمل والى اللقاء.